أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم سنتحدث عن المنتخب البرتغالي والمنتخب التشيكي. المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس وانتهت بصعوبة ريمونتادا للبرتغال بهدفين لهدف. لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. كان المنتخب البرتغالي على الموعد تماما كما توقعنا، فاز لكن بدون، دعونا نقول، ليس بإقناع تام للجماهير البرتغالية والجماهير العاشقة لكريستيانو رونالدو. المباراة كانت محتدمة بين المنتخب البرتغالي والمنتخب التشيكي، إلى حد ما كان المنتخب التشيكي شرس على مستوى الدفاع، لم يعطي الحلول كثيرة للمنتخب البرتغالي، حتى وإن استحوذ المنتخب البرتغالي بنسبة 70 تقريبا في المئة لصالح البرتغال، في مقابل 30% لصالح المنتخب التشيكي. لكن هذه الأمور لم تمنع المنتخب البرتغالي من الفوز حتى بصعوبة بالغة. شاهدنا المباراة كيف حدثت كثير من الأشياء. هنالك عدد كبير من الأشياء التي حدثت. كما قلنا، هنالك وسط ميدان كان رائع بالنسبة للمنتخب البرتغالي، لكن بعض المراكز لم تكن مفهومة بالنسبة الجماهير البرتغالية والجماهير العاشقة للبرتغال. هنالك تضارب على مستوى المراكز، هنالك مراكز ليست المراكز التي يلعب فيها اللاعبين مع الفرق، وبالتالي هذا ما صعب الأمور على المنتخب البرتغالي نوعا ما. كانت أشياء يجب إعادة النظر فيها بالنسبة للمنتخب البرتغالي، لكن المنتخب البرتغالي يبقى مرشح حتى وإن لم يقنع في هذه المباراة. المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو لم يفز بتلك النتيجة الكبيرة، لكنه فاز في الأخير. كريستيانو رونالدو ربما لم تتح له فرص كثيرة، لأنه يلعب كرأس حربة وليس كجناح، وهذا يختلف. ولاحظنا هذا في السنوات الأخيرة، باعتبار أن كريستيانو رونالدو كبر في السن ولم يعد باستطاعته الجري كثيرا، وهذا ما جعله يلعب في المركز رأس حربة صريح. ولكن يجب أن يعمل المدرب الإسباني مارتينيز على خطة بديلة لتساهم في تساعد أو تساعد كريستيانو رونالدو على تسجيل أهداف كثيرة في مثل هذه المباريات. كريستيانو رونالدو لا زال في استطاعته أن يعطي الأشياء الكثيرة للمنتخب البرتغالي. لاعب حاسم، أكثر لاعب كان حاسما مع ريال مدريد ومع الفرق التي مثلها، وبالتالي كريستيانو رونالدو لا زال في جعبته الكثير والكثير ليقدمه للمنتخب البرتغالي. على العموم، كل المنتخبات أو معظم المنتخبات الكبرى لم تقنع في المباراة الأولى. المنتخب الفرنسي فاز بصعوبة، المنتخب الإنجليزي فاز بصعوبة، المنتخب البرتغالي فاز بصعوبة، حتى الإيطالي فاز بصعوبة. ربما الأكثر إقناعا هو مستضيف هذه البطولة المنتخب الألماني إلى جانب المنتخب الإسباني. سنرى المباريات التي ستأتي، هل سيتحسن الأداء والمردود، خصوصا على مستوى التهديف. هنالك فرق لعبت بشكل جيد مثل البرتغال، لكنها لم تجد الحلول على المستوى الهجومي، وهنا يجب إعادة النظر في التشكيلة التي يلعب بها البرتغال وباقي الفرق الكبرى كفرنسا وإنجلترا. آه، بالعودة إلى أو بالحديث أيضا عن المنتخب التركي الذي يعتبر أن يكون، أو الذي يمكن أن يكون مفاجأة هذا اليورو. حقيقة لديه لاعب مميز، سجل هدف عالمي. نعم، نتحدث عن أردا جولر، هذا اللاعب الذي ينشط في صفوف ريال مدريد ويمثل المنتخب التركي حاليا في اليورو. هدف عالمي، هدف من طينة الكبار، هدف يذكرنا بالأهداف الجميلة للاعبين الكبار. وحقيقة هذا اللاعب إذا تميز في هذا اليورو سيجعل الضغط على المدرب كارلو أنشيلوتي، لأننا كما نعلم لعب الموسم احتياطيا. هذا الموسم لعب تقريبا مباريات قليلة، 5 مباريات أو 6 مباريات على مستوى الليغا، وبالتالي سيجعل الضغوط كثيرة على كارلو أنشيلوتي، إما أن يدخله في الكثير من المباريات أو يعيره إلى أحد الفرق أو بيع هذا اللاعب، لأنه حقيقة موهبة يجب أن تتم استغلالها على مستوى رقعة الميدان، ولا يجب أن الإبقاء عليها في دكة الاحتياط.
المنتخب التركي ربما يكون الحصان الأسود لهذه البطولة، وأيضا حتى هذا اللاعب يمكن أن يكون الحصان الأسود لهذه البطولة، ويكون لما لا الفائز بأفضل لاعب في البطولة أو هداف هذه البطولة، سنرى.